بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية عايزين بس نبقى إيجابيين وننقل حاجة عشان نبقى ناصحين فيها يعني، لأن مع التطورات اللي بتحصل والتنظيم اللي بيحصل محتاجين يعني نتجنب أي سلبيات، ويبقى الوقاية خير من العلاج، وننقذ أي موقف قبل ما يحصل أو أي مشكلة قبل ما تحصل. نبقى دايما إيجابيين وسباقين. أدي مثلا عربية جاية بتجري، المفروض إن هنا في مطب متشال، المطب بيجري وبيخش براحته، مفيش حد بيقف على المطب. تمام، يعني أكتر من ظاهرة سلبية. المكان ده بالظبط فين؟ المكان ده عند المستشفى السويسي الجامعي اللي المفروض جنب كلية الطب. تمام، هنا في العلامة دي، والمستشفى المدوران ده اقصد يعني، او الصينيه دي. تمام. عايز الفت الانتباه لحاجه. احنا طبعا قريبين جدا من مكان الرادارات الجديده. تمام، يعني الرادار المفروض موجود مكانه في الناحيه دي كده. تمام. مش عارف هيبقى باين ولا مش باين. ده الرادار اللي جاي. تمام، والرادار اللي رايح اهو. جميل. ده الرادار في اتجاه اللي طالع من السويس. طيب، عايز اقول عايز اقول ان في ناس دلوقتي بقت بتعمل هتلاقوا في كثافات على طريق الخدمات اللي هناك. تمام، عشان يتجنب الرادار. كثافات كبيره، ومن شويه يعني كان في عربيات نقل معديه من جوه برضو عشان يتجنبوا الرادار. فناس كتيره اهي ماشيه من طريق الخدمات. تمام، عشان يتجنبوا الرادار. طبعا انا ما بقولش انها حاجه حلوه او حاجه وحشه، او بقول ان يعني الموضوع ليه علاقه بحاجه، ولكن برضو لازم نلفت الانتباه. الناس دلوقتي ممكن يبقى واحد مخالف او واحد عامل مشكله وبيتجنب ان هو يعدي من الرادار، فدي حاجه لازم نلفت ليها الانتباه. يعني ممكن بقى يتركب رادارات في الطريق الداخلي، لان الناس بتجري جوه اكتر من بره. وادي اهو زي ما بوري لحضراتكم، ادي عربيه ملاكي داخله برضو، مفيش بقى اي حاجه يقف هنا عند التقاطع ده، داخل بسرعته. تمام، فالموضوع ده عامل اهو داخل بسرعته، مفيش اي مشكله خالص عنده. لو اي حد جه عند التقاطع ده ممكن يعمل مشكله كبيره جدا، والموضوع مش بسيط. يعني لا قدر الله لو حصل حادثه ولا حاجه هنزعل كلنا، هنزعل كمواطنين واصحاب الحادثه نفسهم، سواء اللي اتخبط او اللي هيتخبط، يعني سواء قصدي اللي اتخبط يعني او اللي خبط، ايا كان. حادثه بقى جت في خسائر ماديه، او لا قدر الله خسائر بشريه، او لا قدر الله بشريه وماديه، هتبقى مشكله. الناس بتيجي على المطب ده تاخد المطب بسرعه لانه متشال، مفيش حد بيقف على المطب خالص. فالموضوع محتاج مراجعه. يتركب هنا مطب. يمكن الشمس عشان جايه في وش الكاميرا فمش مبينه قوي الموضوع. المفروض ان انا راجل دلوقتي بعدي الشارع، العربيات اللي جايه مفيش احترام خالص. الراجل هدي شويه، يمكن يكون شافني بصوره، مش عارف. عربيه معديه بسرعتها، كله معدي عادي. ادي المطب محدش بيقف عليه. هنا الدنيا الناس بتقلق عشان واحد بيصور، ما علينا. احنا والله هدفنا الصالح العام، مش عايزين نضايق على حد. طالما احنا في الصح يبقى مفيش مشكله، والالتزام حلو ومش وحش، مفيهوش مشكله. المكان المفروض الصينيه دي معروف اظن دلوقتي، يعني بقى واضح للجميع. تمام. اتكلمنا عن اللي بيحصل عند الصينيه دي، ان مفيش حد بيقف على المطب ده لانه اتشال. تمام، طبعا هنا مفيش اي مطبات ولا حاجه. قدام منطقه الزهراء محتاجين يتعمل مطب، لان الناس بتجري، واللي بيطلع من الزهراء ما بيلحقش ياخد باله، لان الناس بتجري. يعني في ناس كمان بتخش مخالف، وخصوصا اللي عايز يخش العرب، في ناس بتخش الحته دي مخالف، وطبعا مبقاش فيها هناك خالص عند الزهراء. محتاجين يتركب كمان هناك مطب. تمام، زي ما انتم شايفين كده وسامعين العربيات، محدش بيحترم المطب هنا لانه مش موجود اصلا. جميل. واللي بيخش واحد جاي من التقاطع من هنا، واحد جاي من التقاطع من هنا، محدش بيقف لحد. وزي ما لفت الانتباه برضو، الناس كتير بتمشي في طريق الخدمات عشان تتجنب انها تخش على الرادار. وطبعا كون هو بيمشي في منطقه الخدمات ده بيجري اصلا بسرعه يعني غير مصرح بيها، واصلا طريق الخدمات معمول للسرعات البطيئه
ويعني مش معمول عشان خاطر مثلا لحد يجري فيه، مع ذلك بيحصل ان اللي بيمشي في طريق الخدمات بيمشي اكتر واسرع. في الاول وفي الاخر برضه بنتمنى ان ربنا يحفظ الجميع من كل شر وكل سوء، ونتمنى ان الصوت يوصل بامانه. وزي ما قلنا قبل كده احنا هدفنا الصالح العام وهدفنا الخير، ونسال الله الاخلاص في القول والعمل. القصه مش قصه ان واحد عايز سبق ولا حاجه زي كده برضو، عشان ممكن حد يتكلم في كلام من ده، ولكن احنا بنتكلم على سلبيات ممكن تاثر علينا ان كان ربنا بيسلم معانا في حاجات كتير. فلا قدر الله لو حصل مشكله كلنا هنزعل. اتمنى ان يبقى برضو في تفاعل ايجابي، يتعمل المطب اللي هنا ويتاخد في الاعتبار الناحيه الثانيه، حتى يتعمل مطبات، بلاش يتعمل رادار او حاجه زي كده، ممكن يتعمل مطبات بحيث ان اللي يمشي الناحيه الثانيه يبقى متأيد بالمطبات وما يجريش، والا بقى هو اللي عربيته هتتكسر يعني. فربنا يحفظ الجميع. وزي ما انتم شايفين كده طبعا الناس بتحترم الرادار في الشارع اللي فيه رادار. اما بالنسبه لطريق الخدمات ناس بتجري بسرعات وفي كثافه مروريه، لو انتوا واخدين بالكم عربيات اكتر هي اللي بتمشي على الطريق. شكرا جزيلا، وربنا ييسر الامر ويتم لنا كل امورنا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.